بيبدأ الفيلم عام 2014. وفي بداية الفيلم بنشوف ولد عنده 18 سنة اسمه جاك. وجاك بيروح عشان يقضي الأجازة بتاعته في بيت والده، واسم والده ديفيد، والعلاقة بينهم ما كانتش كويسة. ولما بيوصل البيت بيحاول ديفيد يتكلم معاه، لكن جاك مش بيرد عليه بطريقة كويسة وبيسيبه وبيمشي. وفي صباح اليوم التاني بنشوف جاك، وأثناء ما هو بيدخن شاف ست تحت الأوضة بتاعته وكان منجذب ليها بشدة، فبيقرر ينزل وبيبدأ يتجسس عليها. وبيجي ديفيد وبيقوله إن الست دي هي الخدامة بتاعة البيت، واسمها ماريا وعمرها 45 سنة. بعد كده ديفيد بيعرفهم على بعض، وبيخرج جاك وبياخد شوية صور بالكاميرا بتاعته لأنه مغرم جدا بالتصوير. ولما بيرجع البيت بيقابل ماريا مرة تانية، وبدأ بالكلام معاها وقال لها إنه لما كان صغير مامته اتطلقت وباباه اتجوز مرة تانية وما كانش بيحب مرات باباه، وعشان كده جاك بيكون غضبان جدا من باباه. وفي اليوم التاني بيخرج جاك مرة تانية وبياخد صور بالكاميرا بتاعته، وبيلاقي بالصدفة بنت وبيتبادلوا الحديث مع بعض. وبتبدأ البنت تغازل جاك، وماريا بتعدي جنبهم بالعجلة بتاعتها وبتشوفهم مع بعض. وبيتجاهل جاك البنت وبيرجع البيت، وأول ما بيرجع جاك بيبدأ يتجسس على ماريا وبيصورها من غير ما تاخد بالها. وبعد فترة بيقابلها في المطبخ، وماريا بتسأله على البنت اللي شافته معاها، وسألته كمان على سبب رجوعه للبيت بدري، وكان من المفترض انه يقضي وقت اطول مع البنت. وببطء شديد بدأ جاك في الانجذاب نحو ماريا، وبدأوا في الكلام مع بعض اكتر، وقال لها انه بيشعر براحة في الكلام معاها، وفرجها على صورة مامته وقال لها انها تشبه مامته بنسبة كبيرة. وماريا اتكلمت كتير مع جاك وحكت له عن ماضيها المظلم، وقالت له كمان انها كانت حامل لما كان عندها 16 سنة، واللي كانت مرتبطة بيه سابها ونهى علاقتهم. وعلى الرغم من كل ده قررت تنجب الطفل، والامر كان اكثر حزنا بالنسبة لماريا لان الطفل اصبح في حوزة باباه. وببطء كل واحد فيهم بيقول للتاني على كل الحاجات اللي مضايقاه. ومن ناحية تانية بنشوف ديفيد وهو بيحاول يصلح علاقته مع جاك، ولكن بسبب أعماله المتعددة ما كانش قادر يقضي وقت كافي مع جاك. ولما بيتكلم معاه جاك مش بيرد عليه بطريقة كويسة وبيغضب منه. وفي اليوم التاني بيغادر بابا المدينة بسبب عمله، وماريا وجاك دلوقتي بيكونوا لوحدهم في البيت. وبتقول لجاك إن ديفيد بيحبه جدا وإنه لازم يتعامل مع بابا بشكل أفضل من كده. وأثناء نوم جاك بيفتح الكاميرا بتاعته وبيتفرج على صورة ماريا. وفي اليوم التاني بيرجع الإكس بتاع ماريا البيت، وجاك بيكون بيتجسس عليهم، والاكس بتاعها بيقول لها انه لسه بيحبها وبيكون عايز يبدأ علاقتهم من جديد. لكن ماريا مش بتكون عايزة ترجع له وبترفض العرض بتاعه وبيمشي من البيت. وفي اليوم التاني واليوم اللي بيكون فيه عيد ميلاد جاك بيكون قاعد في المطبخ وبيطلب من ماريا انه يدخل في علاقة معاها، لكن ماريا حست بغرابة شديدة من كلامه وبترفض طلبه. وعلى الرغم من رفض ماريا ليه حاول جاك يلمسها، وماريا بتضربه وبتبعده عنها. بعد كده الباب بيخبط وبتلاقي نفس البنت اللي كانت معجبة بجاك، وبيخرج جاك معاها وبيقضوا مع بعض وقت كبير. بعد كده بيرجع البيت وبيلاقي ماريا بتعيط، فبيتكلم معاها وبيقول لها انه زي ابنها وعايز يحضنها. وبعد ما سمعت كلامه وافقت ماريا، وبدأ جاك في لمس ماريا، ولكن مش بتكون ممانعة وبتكون مبسوطة. بس فجأة بتوقف كل حاجة وبتمشي من المكان. وبعد فترة قالت له إن عندها 40 سنة وهو عنده 18 سنة واللي بيحصل بينهم ده مش صح. وحاول جاك في إقناع ماريا ووافقت بكلامه ودخلوا في علاقة مع بعض. ومرة تانية بتتكلم مع جاك وبتقوله إن لازم يتكلم مع باباه بشكل كويس. وفي صباح اليوم التاني ماريا كانت واقفة في المطبخ وبيجي جاك من وراها وبيقرب منها، وفي نفس الوقت بيرجع بابا من السفر وبسرعة بيبعد جاك عن ماريا وبيكون جايب هدية عشان عيد ميلاد جاك وبيتمنى له عام سعيد. وبيدعي جاك للعشاء معاه وبيرفض جاك وبيخرج وهو متضايق. وبتروح ماريا لجاك وبتحاول اقناعه عشان يعامل باباه بشكل افضل من كده. وفي نفس اليوم بنشوف جاك رايح لباباه وبيشربوا مع بعض، وبيعبر كل واحد فيهم عن اللي جواه من ناحية التاني. وجاك قال له انه اعتقد انه اتجوز مرة تانية عشان ما كانش بيحب مامته. ووضح ديفيد لجاك انه اتجوز مرة تانية عشان يلاقي حد يهتم بجاك، وبيقول له انه بيحبه وهيفضل دايما قريب منه. وفي اليوم التاني بيروح جاك وماريا الحديقة وبيقضوا الوقت مع بعض، وبتاخدوا ماريا البيت بتاعها. وقالت ماريا لجاك ان ابنها مات في حادثة وهو طفل، وجاك بيحاول يهون عليها وبيدخلوا في علاقة مرة تانية. ولما بيرجع البيت بيتكلم مع باباه بلطف، وبيشعر ديفيد بالسعادة من معاملة جاك ليه. وبعد انتهاء أجازة جاك جه الوقت عشان يسافر، فبيلم الشنطة بتاعته وبيقابل ماريا وبيودعها، وبيقابل باباه وبيودعه.
وبكده بيكون جاك سامح باباه وعلاقتهم ببعض استقرت. وبعد ما بيمشي جاك بنشوف ماريا اللي بتقابل مامتها وبتقول لها انها حامل، وبتحضن مامتها وبتعيط، والطفل اللي حامل فيه يبقى ابن جاك. وفي المشهد الأخير بنشوف ماريا سعيدة جدا بحملها للطفل من جاك، وبيخلص الفيلم.